السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رسيم من قناة رسيم سبور، وسأرافقكم في تغطية كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023. حقق المنتخب الوطني الجزائري اليوم الأهم في المباراة الدولية الودية التي جمعته مع منتخب الطوغو في إطار التحضيرات التي يخوضها الخضر تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. ودخل المنتخب الوطني الجزائري المباراة بكل نجومه، مما يوحي للجميع معالم التشكيلة الأساسية التي ستخوض أول مباراة في الكان، مع تغيير طفيف في الهجوم، أين يستبعد مشاركة آدم وناس على الجهة اليمنى بوجود شايبي وبلايلي وعمورة الذي سيغيب عن المباراة الأولى بداعي تراكم البطاقات. مباراة اليوم حقق فيها جمال بالماضي وكتيبته المطلوب، حيث تمكنوا من الفوز بثلاثية كاملة سجل منها لاعب بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني ثنائية رأسية، وبالرأس كذلك سجل سليماني هدفا آخر ليعزز رصيده كفضل هداف للأفناك. بالإضافة إلى ذلك فقد أكمل المنخب اللقاء دون إصابات، أين عبر مدرب الطوغو عن ذلك بقوله: لقد أعطيت تعليمات لعناصر فريقي بعدم اللعب الخشين تفادي الإصابات لاعبي المنتخب الجزائري. كما عبر جمال بالماضي عن رضاها بالأداء النتيجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أول خرجة ودية. فهنيئا للمنتخب الوطني الجزائري بهذا الفوز، وحظ موفق في كأس إفريقيا للأمم. مع تحيات رسيم.